ما بين المشتريات الجديدة وأفكار إعادة التدوير النهاردة هتعيشوا فيديو مختلف بأجواء جديدة. السلام عليكم وهلو هلو مساء الجمال يا أمارات، وحشتوني قوي غاليين على قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أفضل حال. أهلا بيكم النهاردة يا أحلى أمارات في الدنيا، فيديو جديد ميكس ما بين السيدة المغربية اللي احنا بنحبها دايما وبنشوف مشترياتها اللذيذة والعملية طول الوقت، وكمان سيدة أجنبية بتعشق إعادة التدوير. ازاي تقدروا تعملوا إضاءات مميزة في البيت وفي نفس الوقت قطع الديكور تكون جميلة؟ النهاردة كمان هتستفيدوا بأفكار الفيديو. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر، متنسوش اللايك الحلو بتاعكم بقى في البداية، تعليقكم الجميل عشان أرحب بيكم في الفيديوهات الجاية، وأكيد طبعًا اشتراككم، هاكون مبسوطة جدًا بوجودكم معايا يا أحلى إخوات في الدنيا كلها. تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو بالتقديمات المغربية اللذيذة، سيدة اتعودنا نشوف منها على كل جميل في تقديمات وفي مشتريات وفي ديكورات وفي كل لمسة منها في بيتها، حقيقي بتبقى مختلفة طول الوقت. دايمًا السيدة المغربية الذهبية اللي معانا النهارده كمان بتورينا مشتريات من موقع تيمو، والأكواد بتاعة المنتجات كلها بتبقى موجودة، يعني تقدروا انتوا نفسكم تدخلوا على السايت وتشوفوا المشتريات بتاعتها، وتشوفوا كل التفاصيل بالأسعار، وطبعًا تقدروا تطلبوها من أي مكان. بس خلّونا وإحنا بنتفرّج كده على الفيديو نتابع معاها كمان أناقة السفرة بتاعتها، شُفنا منها تنسيقات ألوان كتير، حتى اللون الأسود، الأحمر، الأبيض، الدهبي، شُفنا ألوان كتير أوي معاها، والمرّة دي كمان تنسيق جديد من اللون الدهبي بالطقم الأبيض الفيونكات اللذيذ الحلو ده، حاجة كده في منتهى الشياكة. كمان برضه هتلاحظوا إن الأطباق بتاعتها بسيطة أوي، يعني إحنا دايمًا بقى التقديمات الأكل بيبقى فيها أنواع وأشكال كتير، فحاولوا اختاروا كمان الأطباق البسيطة الحلوة الشيك عشان يبان التقديم النهائي كله يكون قيّم. الإضاءات بقى الspots أو الlights اللي على الحيطة أو في أي corner أو إضافة للديكورات بتاعتِك، برضه قطعة بتفرق جدًا في جمال بيتِك، وأديكم شايفين بكل سهولة هي بتفُك الجزء اللي فيها البطارية وبتبدأ إنها تشحنها وبتركبها تاني، يعني حتى استعمالها بسيط أوي وركبتها بالdouble face، الموضوع مش صعب، بس النتيجة فعلًا هتفرق جدًا في الديكور عندِك وفي الشكل العام. ترابيزة بقى زي دي حكايتها حكاية، شايفين بقى يعني كل الجمال اللي فيها، كل الoptions اللي موجودة من رفوف أو أماكن للتنظيم أو مكان التخزين أو كمان ال زي المكان اللي بيتحط عليه اللابتوب أو تستخدموه كترابيزة، يعني بُصّوا فيها كام حاجة، غير إنها قطعة ديكور حلوة أوي. برضه ال المشتريات كلها على موقع تيمو، تقدروا تشوفوا المنتجات كلها بالتفصيل screenshot كده للصورة وابدأوا اعملوا search عليها أو بالأكواد اللي موجودة على كل منتج. كمان برضه هنشوف بقى تنسيقاتها سواء الcushions اللي على السرير أو هنا عندها في الجزء بتاع الصالون بتاعها. في cushions بتبقى عملية، اللي هي مجرد بس قماش بنشوف كمان ألوان وأشكال مختلفة، ممكن تحطوها حتى في الliving المكان اللي إحنا بنستخدمه على طول. لكن في أنواع تانية بقى انتم شايفين في استرسات، في ريش، في حركات، في حكايات، فحاجة زي كده في الصالون بقى، يعني في الحاجة القيّمة اللي هيقعد فيها الضيوف، القعدة الجميلة، عشان الحاجات دي برضه ما تتبهدلش، فأنتم برضه هتشتروا الحاجات اللي ما بين الحاجات العملية والحاجات بقى الformal للمناسبات والضيوف. كمان برضه الجزمات من الحاجات الضرورية لكل بيت عشان تضيفوا فيها الأحذية، الحلو إنها اشترت حسب العدد اللي هي محتاجاه قطعة أو 2، نفس الوقت تكمّل الديكور بتاعها الخشبي المميز، كانت برضه قطعة مميزة جدًا عندها. ندخل بقى على السيدة التانية وبرضه ليها حكاية تانية مختلفة، يعني بنقول كده إيديها تتلف في حرير، بتعرف تستغل كل حاجة عندها بجد، بتعمل منها أفكار حلوة أوي. يعني شايفين الstand الخشبي ده اللي بدأت تعمل الدايرتين الخشب على الجنبين، وعارفين الكريستالات بتاعة اللمبات، هتروحوا أي محل بتاع الإضاءات أو بتاع النجف، بتجيبوا الكريستالات وبتبدأوا إنكم تثبتوها على الدايرة والspot جوه، سواء بتجيبوه لون ثابت، لون warm أو لون أبيض، أو بتجيبوه الألوان المختلفة. حلو أوي في أي corner، مش مكلف ومش صعب، وكمان يعني حاجة كده سهلة، ضِفنا جمال بحاجة سهلة أوي. إضاءات كتير بقى وأفكار كتير هتعيشوا فيها، يعني شايفين أدوات عندها box خشبي مع الstand مع الحلقة اللي هي الطوق البلاستيك اللي بدأت تقصه لنُصّين وتبدأ تستخدم مراية في النُص،
والإضاءة بتتثبت ورا، برضه إضافة مميزة جدًا على الحيطة. تخيّلوا بقى corner عندكم مميز فيه إضاءة من دي، سواء على الأرض أو حاجة ثابتة على الحيطة أو إضاءات بتحطوها على الترابيزات، وتشغّلوا بقى الإضاءة الهادية اللي فيه دي كده بالليل، يعني شوفوا بقى جمال الروقان اللي هيكون موجود في البيت. فكرة زي دي برضه عملتها من الطوق البلاستيك الدايرة، عملته زي ورقة شجر بالsticks الخشب، وعملت برضه فيه الإضاءة من ورا، يعني أي شكل بقى إن كان هييجي في بالكم هتبدأوا إنكم تنفذوه والإضاءة في الخلفية، سواء بتحطوا baby light أو سواء بتحطوا اللي هي الشرايط الLED أو سواء بتحطوا الspots، الحاجات زي ما قُلنا اللي هي بالشحن وكده. يعني أفكار الإضاءة نفسها بقى دي حسب اللي عندكم، بس أديكم عملتوها ومش محتاجين أي كهربا، كمكان يكون واصل ليه كهربا أو كده، كل دي الحاجات بتبقى سهلة أوي في التركيب. الحلقات اللي بدأت تثبّتهم مع بعض وعليهم الbaby light زي ما باقول لكم، وثبّتتهم على الحيطة، يعني شوفوا كام فكرة إضاءة بقى ممكن كل corner تعملوه بفكرة مختلفة، يعني جمّعوا كل الإضاءات اللي في الفيديو دي واعملوها في البيت عندكم وشوفوا هتعملوا كام فكرة. حتى كمان هنا برضه دي فيها مجموعة من الرفوف، سهل أوي إنكم تحطّوا حتى عليها ديكورات، بس هتحتاج طبعًا حاجات تكون خفيفة ما تبقاش تقيلة أوي، لإنكم شايفين stand بسيط أوي من الخشب. كمان برضه هنا زي ترابيزة كده بدأت تثبِّت المستطيلات الخشبية، دايرة من فوق ودايرة من تحت، وورد عملته بالspray خلّيته دهبي أو الفروع الخضرا خلّيتها باللون الدهبي، مع إضاءة كمان فيها، أدي corner ترابيزة كمان فظيع. فبجد كل فكرة أحلى منها بطريقة تجنن، مش هتبقي عارفة تستغلي إيه والّا إيه وتسيبي إيه والّا إيه من كتر جمال الفيديو النهارده. فيا رب يكون كل الأفكار اللي فيه عجبتكم، تقدروا تنفذوا فيها على قد ما تقدروا أفكار، زي ما قُلنا حاجات على الحيطة أو على الأرض أو على الترابيزات، فشوفي بقى أنتِ الcorner اللي عندِك ناقصه إيه، وابدئي إن أنتِ نفّذي الفكرة بتاعته المميزة. كده فيديو النهارده بتاعنا خلص، إن شاء الله بكرة نتقابل في فيديو جديد، بس كنت حابة بس في آخر الفيديو أعتذر لكم على شوية حاجات كده، يعني الرد على الcomments متأخر، فيديو ممكن أنزّله تاني يوم بدل ما أعمل لكم الفيديو الجديد وخلاص سِبت الفيديو يحمّل، فجأة لقيتكم كاتبين لي في الcomments ده فيديو امبارح، أدخل ألاقي نفسي حمّلت نفس الفيديو هو. ساعات بيبقى في لخبطة في الكلام. ساعات بتقولي لي أول الفيديو ما فيهوش الصوت، أدخل ألاقي أول record الvoice over بتاع الفيديو ألاقيه مثلًا مش موجود اتمسح، فبُصّوا في لخبطة كتير كده الفترة دي، فالواحد بقى بُصّوا مع البيت مع الأولاد مع كده الدنيا كلّها الواحد بجد اليوم قصيّر أوي وصعب أوي، فلو في أي بقى غلطة زي دي، يعني أنا باحاول على قد ما أقدر أكون متواجدة معاكم كل يوم. فكل يوم ده طبعًا بقى مع الحاجات التانية اللي بتبقى ورانا، فبيبقى الموضوع صعب شوية، بس باحاول إن أنا ما أغيبش عنكم، ما أقصّرش معاكم وأكون موجودة زي ما أنتم ما بتستنوا الفيديو وتكتبوا لي إحنا مستنيين في الميعاد أو حضّرنا المشروب وجايين نتفرّج أو، فبابقى يعني حتى لو شخص واحد بس مستني إن أنا أكون موجودة في الميعاد، فدي عندي كبيرة أوي، فلازم أنا كمان برضه أحترم الميعاد بتاعي وأكون موجودة في فيديو جديد، فاعذروني بقى على اللخبطة اللي كانت حاصلة الفترة اللي فاتت دي، بس أنا حقيقي حابة أشكركم لإنكم أنتم اللي بقيتوا تاخدوا بالكم من الحاجات دي، إذا كان مُعاد أو متكرر أو في أي غلطة أو أي défaut في الفيديو أنتم بتقولوها لي في الcomments، فبجد باشكركم، يا رب دايمًا يديم عليكم كده الراحة والسعادة والفرح دايمًا يا أميراتي، وتكونوا موجودين دايمًا وأنتم دايمًا في أفضل حال يا رب، اللهم آمين. النهارده كمان برضه هاستنى اللايكات بتاعتكم وتعليقاتكم، تعليقاتكم بقى الحلوة إن شاء الله الفيديو ما يبقاش فيه أي مشكلة، وبكرة إن شاء الله في نفس الميعاد نكون بتفاصيل جديدة وسيدة جديدة، فأشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.